بتعمل شيء تعادل يبقي فرصتنا قائمه للتاهل للدور القادم في المباراه الاخيره امام جنوب افريقيا. تمام. انا اعتقد ما نتفق مع عصام الشوالي فيما قال، وانا في الشوط الثاني جارينا المباراه من اجل الحفاظ على النتيجه التي حققناها في الشوط الاول، ولذلك التغييرات لم تكن تغييرات مبكره. اول تغيير قام بدقيقه 78، هذا دليل انه لم يعطي فرصه حتى اللاعبين للدخول في المباراه، لانه اي لاعب للدخول في المباراه يحتاج ما بين 5 6 7 دقائق كل لاعب، وقدرته في الدخول في المباراة والجو العام في افريقيا يحتاج اي لاعب على المستوى الهجومي الى 4 ساعات، ناهيك انه قام بادخال بتغيير على المستوى الهجومي الجزيرة وبرمضان كما في دقيقة 88. ماذا سيصنع اليوم الجزيرة تغييرات؟ اذا كانت اضاعة للوقت بمعنى من اجل الحفاظ على التعادل 1-1. فانا هذا لومي على المدرب، بمعنى كنا من المفروض ان نلعب من اجل الحصول على 3 نقاط في مباراة اليوم. صحيح وجانا منتخب مالي جيد، منتخب لديه امكانيات هجوميه ممتازه جدا، شاهدنا التغييرات التي قدمت اضافه المنتخب المالي، لكن لما لم نلعب على الفوز؟ الطيف قام بادخاله لاعب ضاع فرصه، ونتفق نختلف على المستوى. العاشوري كان قادر ان يبقى قليلا، لكن في الاخير هو خيار المدرب تغيير لبعث دماء جديده تعطي اضافه للفريق. بالآراء تاخر في التغييرات، اصرار في دقيقه 78 تم ادخاله 12 دقيقه او اكثر بقليل، ربع ساعه يكاد يكون. انا اعتقد انه لابد سيف الجزيري نزل في الدقيقه 88. ماذا سيصنع سيف الجزيري؟ مهما كان قيمه اللاعب تمنحه 5 6 7 دقائق، فلا بد ان تكون انت التي تصنع اللعب كي يكون يمكن في 10 دقائق كل لاعب قادر ان يقوم بهذا. يعني التبديلات متاخره تماما. انا اعتقد كما كان في المباراه الاولى، اصرار في ادخل اصرافي في دقيقه 92. فهنا انا لدي اختلاف معاه في عمليه الاختيار. ولماذا المدرب كانه سعيد بالتعادل؟ فاحنا مع احترامنا الكامل لمالي، منتخب جيد جدا وهو على المستوى الفني اعلى منتخب، من المفروض ان نلعب من اجل الحصول على 3 نقاط، من المفروض ان نلعب من اجل تغييرات ربع ساعه 10 20 دقيقه، ويبدا في التغييرات الهجوميه من اجل ان يعطي اكثر دعم. وكنت اتمنى الجزيري يبدا من دقيقه 20 ويعطي المساكن يكون هو خلف الجزيري كبلاي ميكر. هنا سنشاهد ويوسف ياخذ اكثر حريه، لان يوسف كان ملزم ان يكون دائما في الهجوم، وان كان في ما قام به يعتبر قام باداء جيد يوسف اليوم على المستوى البدني، على المستوى الفني، على المستوى كذلك في الدفاع، ساند الفريق بشكل كبير كقائد فريق. هنا ليس كلام المجهود البدني ككل من الدفاع الى وسط الميدان الى الهجوم مقارنه بالمباراه الاولى يعتبر اداء جيد، لكن نتكلم تدخل المدرب دائما. وهنا مع كل احترامي لسي جلال، لانه اليوم من المفروض ان يكون تدخله مبكر كي يعطي اكثر على المستوى الهجومي، كل فريق قادر ان يرفع من مستواه. فلقينا نجاروه في منتخب مالي من اجل الحفاظ على الهدف لهدف، ومن اجل ان اماننا تبقى الى اخر مباراه امام جنوب افريقيا. وما يدريك ما يدريك ان جنوب افريقيا احنا سننتصر عليه. اذا تلك الفرصه لتحقيق 3 نقاط وامام فريق محترم جدا، فعليك تتعامل مع دكه الاحتياط والتنشيط. فانت المدرب، انت تعمل امكانيات لاعبيك. على كل حال لابد ان نشجع لاعبينا، ولابد ان نقف مع لاعبينا مقارنه بالمباراه الاولى. جهد بدني وكذلك رده فعل تعتبر محترمه. كنت اتمنى ان التغييرات تكون اكثر هجوميه، وان يتدخل المدرب يعطي الاصرار في 20 ل 25 دقيقه. كذلك الجزيري مساكني يعود كلاعب بلاي ميكر، يبقي اكثر العاشوري على الطرف، وان كان الطيف لاعب صغير السن لكن يعطي اكثر وقت للعاشوري. لم يقم بهذا في الاخير. هدف لهدف تعادل ايجابي يبقي اماننا قائمه في اخر مباراه لتكون مصيريه. جنوب افريقيا فريق جيد جدا ولديه امكانيات في الهجوم يمكن افضل من مالي على مستوى الهجوم. طيب كابتن متريكي، هل تتفق مع حاتم فيما قالوا عن جلال القدري في الشوط الثاني وقراءته للشوط الثاني، ام ان الرجل لعب بواقعيه امام منتخب قوي بدنيا، ولو كان جراه في الشوط الثاني ربما كان يخسر المنتخب التونسي؟ خلينا نقول اللي خلى السيناريو صعب المأمورية على تونس هو الماتش الاول، خسارة ناميبي طبعا. فيخش الشوط الثاني، حط نفسك مكانه، اخسر اطلع بره. فانا اخلي الريسك هو بقى في مخيلته بين الشوطين، هو ده فكره. اخلي الريسك في المباراه الثالثه بدل ما اخد اخسر المباراه واروح. صحيح. فانتظر للمباراه الثالثه. فاحيانا المباراه الاولى هي اللي تحطك هذا السيناريو. فالنقطه ربما مفيده، بس ايه اللي يخليها مفيده ولا ليها اهميه؟ الماتش الجاي. صحيح.
الماتش الجاي. طب هو لو انت مكان القدر كنت عملت نفس السيناريو؟ هو بيخش بحسابات، اسمع اللي بقول لك، احنا غيرنا، احنا في التكييفات والهواء الحلو. انما هو عنده ضغوط. خلي بالك هو خسران من ناميبيا، اقل فرقه في المجموعه، هو بيلعب احسن فرقه في المجموعه، الشوط الثاني جات له فرصه الطيب، طرف الكره دي لو مع عاشوري جول. انا مع حاتم التغييرات متاخره، توقيتها متاخر. عاشوري ده لو بنص رجل يلعب ما يطلعش. هل هو اشتكى؟ ما اعرفش، انما هو السرعه والمهاره، تحولات عنده سريعه. يا حاتم اتكلم على الطائف، لعيب صغير وعنده امكانيات، الثاني لا، الثاني سريع قوي، والشمال واليمين. هل هو اشتكى؟ ما اعرفش، انما ده قلت لك والله العظيم اجيب كرسي واقعده وهخليه رجل على رجل وما يطلعش. ده يبقى اخطا في التبديلات. واحد اتاخر فيها، اثنين عاشوري ده عاشوري ده ما يطلعش خالص. ثلاثة، ايه اللي كان بيميز تونس في الشوط الاول؟ علي العبد. شفنا الشوط الثاني اختفى، مش موجود. لماذا؟ ما هو قلت لك الحسابات. حسابات الفريق بتاع تونس ارجع ورا وامن. الفريق التونس بيلعب بسلاسه وبحريه في الشوط الاول والتيكي تاكا. الشوط الثاني دخلنا في الدريسنج روم ربع ساعه، حاسبه لا نخسر، يجي فينا جول. صحيح. لو جه فينا جول هنروح. فنوعا ما تحس ان الفريق ايه، متكتف ومتحفظ، مش عاوزين اخطاء، نامن دفاعنا كويس، نيجي لنا فرصه نخطفها، وجات له الفرصه وكان ممكن يخطف. انما زي ما بقول لك احمد، المدرب بيعيش حسابات، فاللي حط اللي في الموقف ده خساره ناميبيا مش التعادل مع مالي. فالمباراه الثالثه الحسابات تبقى مختلفه، الريسك يبقى اعلى، على اساس ممكن ياخد الفوز وياخد 4 نقاط ويقول له صعد، محدش هيشتكي يقول له انت تعادلت مع مالي الشوط الثاني وكان في تراجع. فهو بيخش بحسابات زي ما بقول لك، والمباراه الاولى هي اللي برجلت له السيناريو، فيجي يقول لك بدل ما اخسر في المباراه الثانيه، لا اخلي الريسك في المباراه الثالثه، ولعل وعسى الظروف تبقى مختلفه والامور تبقى مختلفه واقدر اكسب. تمام. هذه طبعا مشاهدينا اطلاله سريعه على قراءه جلال القدري لشوط المباراه الثاني من طبعا محللينا كابتن محمد ابو تريكه والكابتن حاتم الطرابلسي. اذا مشاهدينا نتحول الى ردود الافعال حاليا من طبعا الجماهير التونسيه